فتح الميزانية لنادي النصر يا جماعة الخير. نعم يا أخوان، اليوم تم فتح الميزانية لنادي النصر للتعاقد مع 2 لعيبة أجانب. ليه يا جماعة الخير؟ بعد تعاقد الهلال مع اللاعب كانسيلو واللاعب الثاني الآخر البرازيلي ليوناردو، اليوم الميزانية مفتوحة لنادي النصر رغم ضيق الوقت يا جماعة. باقي 4 أيام إلى 5 أيام تنتهي فترة الانتقالات. الآن النصر يستطيع بالتعاقد مع 2 أجانب بالدعم اللي جاية من الصندوق. صراحة الصندوق تأخر مرة، الصندوق مش أول مرة يسويها يا جماعة الخير. الموسم الماضي سواها مع نيمار بعد التعاقد الهلال مع اللاعب، والحين يسويها بعد كانسيلو. بس ان شاء الله باذن الله النادي النصر قادر لاتمام صفقتين يحتاجها الفريق، مش عشوائيه يا جماعه الخير. نحتاج الصفقتين هذه تكون فائده للفريق، واتمنى كنا حاطينهم من ضمن الخطط السابقه، واتمنى نفتح معاهم التفاوض من جديد. باقي 4 أيام باذن الله تعالى وتنتهي الفتره، واتمنى النصر يقدر يجيبها. قويدو، رايد اسماعيل، بندر المؤمن، كلهم امام مرحلة صعبة الآن وأمام دعم مهول من الصندوق، بس إنهم يعرفون وش يحطون فلوس فيه. هذه رسالة لجمهور النصر الآن، التركيز. أنتم أمام يا مع يا ضد، يا جبتوا تضبطون الفريق يا نكون ضدكم كما هو العادة إلى الآن. يعني بإذن الله تعالى بدعم الجمهور والمبلغ اللي جاء نادي النصر، على الأقل الفريق يرجع للمنافسة من جديد ويتغير للأفضل داخل الملعب. هذا الأهم يا جماعة الخير. على العموم يا جماعة الأكيد اليوم تم فتح الميزانية، لكن الصفقات ما احنا عارفينها إلى الآن. عارفين المدافع بس، اللاعب الثاني ما احنا عارفين. على العموم هذا البرنامج الاصفر بنزل تحديثات جديده، اي شيء يجي يوصل قريب يا اخوان. حياكم الله، وباذن الله تتم الصفقات اللي جايه لنادي النصر. اشوفكم على خير، في امان الله. سلام.